طعم التوابل ب 300 جنيه 350 400 جنيه. طعم التوابل ب 350 400 جنيه. خش هتجيبها. سهلة خلك هنا بقول لك كل الادوات المنزليه في الناحيه الصايد ده، تقريبا الصايد الثاني كمان يعني الناس مبسوطه. اي واحد شافك حامل الكاميرا يقول لك تعال. فالسوق انت صعب عليك تقدر تحدد يعني ما شاء الله السوق يا اخي ده ممكن درون يعني صعب عليك تقدر ممكن تصور السوق بفوق. فنحن ناخذه كذا زاويه. تقريبا الكباشي والسوق مزدحم جدا بالذات سوق العتبه تقريبا يوم الجمعه يعني اكثر زحمه هو. شوف يا اخوانا في الحياه دي ممكن تنجح بس بحاجه واحده، لو ما في التزام ما في نجاح خالص في كل شيء. لازم عاوز تنجح لازم تلتزم. اكثر حاجه بتعجبك في المناظر هي المناظر زي دي، المناظر بالذات تحت الرسم والحياه زي يعني ايوه كده بتبين نايس لانه اكثر كلري. فين احمد؟ يلا يا ناس يلا ده لحلة جدعان والله. لا احمد راح خلاص مش عنده حد. طبعا هنا تقريبا كله خصوص الملابس. طبعا سوق العتبة يا اخواننا يعني عندنا في السودان تقريبا بقول لك السوق الشعبي طبعا نفسي الزحمه ونفسي سبحان الله يا اخوان. اخوي قال عاوزين نصور مع بعض عاوزين بعض. اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا بك يا ابن النيل في مصر. يا سلام عليكم اطيب ناس مصر. الناس السودانيين هم اللي طيبين يا اخي انا جيت السوق اتفاجئت بطيبه الناس والناس يا اخي ما شاء الله اي حد عاوز يصور معايا. احنا تكامل ولاد النيل تكامل. يا طبعا نحن حنمشي تقريبا ناخذ جوله من الناحيه الثانيه يعني الناحيه الثانيه يكون فيها تقريبا اللمبات والاضاءه يعني هنا الناحيه ده القدر ده حل اللمبات صح. ده اسمه الشارع مين؟ ده شارع ايه؟ البيضة. شارع البيضة صح؟ ده احلى واحد في شارع القدر.